حديده معاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده في مواقف كتيرة النهارده الزمالك عملها، يعني من ضمن الحاجات اللي حصلت، يعني الزمالك لعب 5 مباريات في الدور الثاني. ازاي بالمنطق وبالعقلانية تقول لي ان انت مش لاعب الدور الثاني غير لما نخلص المؤجلات؟ طب انت لعبت 5 مباريات قبل البيان بتاعك، لعبت 5 مباريات قبل البيان، هو يبقى ده خوف من الاهلي؟ يبقى انت كده خايف تواجه الاهلي مع قوة الاهلي حاليا؟ يبقى ده ضعف شخصية منك انت كنادي. وازاي يبقى نادي قوي وكبير زي نادي الزمالك وكل همه ان هو ازاي خايف من الاهلي؟ ازاي لا انا مش عاوز الاهلي؟ لا طب ما تخليك فيه، يعني خليك في الكوره، العب زي بيراميدز ما بتلعب دلوقتي، زي ما الاسماعيلي دلوقتي مهما كان بيلعب، بس محدش بيدور على المشاكل في الدوري المصري غير الزمالك. طب يا عم انت المؤجلات بتاعه الاهلي هتعمل لك ايه وانت في المركز ال11؟ انت كفريق في المركز ال11 بتدور على مؤجلات ليه؟ ما تلعب يا عم فريق وتشوف انت ال3 نقط بتاعك. انت راجل مش قوي وحاسس بنفسك وشايف نفسك ان انت فريق قوي ومحدش يقدر عليك، طب ما تلعب. بس انت خايف، الخوف هو اللي موديك في حتة تانية خالص، مضيعك، مخليك دايما مش شايف نفسك، انت شايف بس الاهلي فين. لا انا عاوز ازاي نوجع الاهلي، ازاي نعمل مشكلة مع الاهلي، ازاي مش عارف ايه، ازاي الاهلي. لا طب يا عم الحاج انت دور على نفسك، يعني انت دور على نفسك. يعني انت دلوقتي انت عندك مشاكل حاليا مع الكاف، مع الاتحاد الافريقي، بتزود على نفسك مشاكل زياده عن المشاكل ليه؟ يا عم بلاش ده ولا ده، دور يا عم على البط اللي عندك في المسبح في حمام السباحه وبتدوروا عليه. خليك كده، خليك يعني دور على ازاي ندور على ان نحل المشاكل عندي قبل ما ندور الاهلي فين. ميزه الفريق الاهلي بجد ان هو كيان مرتب، كيان مرتب، كيان بيدور ازاي ارجع وقف عند النقطه اللي قلت انت واقف عند الاهلي، مالكش دعوه بيه خالص. الاهلي كيان مرتب، كيان من اكبر واحد فيه لاصغر واحد بيعمل لمصلحه النادي، بيحاول بقدر المستطاع ازاي يجمل النادي الاهلي ويقويه اكتر واكتر. لكن انت كفريق بتدورش على ان انت ازاي نعمل نفسي، ازاي نقوي كفريق الريتم عندي، لا بتدور ازاي تعمل الاهلي فين، لا الاهلي لازم يلعب. طب ليه الفريق الوحيد اللي قدم او لغايه الان انت ما قدمتش ان انت ما انتش رايح المباراه بتاعت بكره؟ يعني انا شايف ان انت لغايه النهارده كنادي زمالك انت طلعت بيان ان انت مش هتلعب المباراه، لكن انت لغايه الان ما قدمتش طلب رسمي لرابطه الانديه واتحاد الكوره ان انت ما انتش حاضر المباراه بتاعت بكره. يعني لغايه النهارده مع الناس ومع العلم الناس كلها بتقول ان الزمالك مش هيلعب المباراه بتاعت بكره، انت النهارده لغايه النهارده ما قدمتش طلب رسمي ان انت ما انتش رايح المباراه بتاعت بكره. انا شايف ان في مشاكل زياده عن اللازم في الزمالك. يعني مشكله القيد دي لو ما اتحلتش اخر الشهر ده انت مش هتلعب الكونفدراليه.